دايما كل سنة بنستنى دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا على امل ان القرعة تجيب لنا شوية ماتشات كده حلوة، لكن من بعد النظام الجديد لدوري ابطال اوروبا شفنا ماتشات قوية جدا في دور رزعوه جديد كده وسموه دور الملحق، زي ماتش الريال ومانشستر سيتي، علشان بعدها بتيجي قرعة دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا فيها ماتشات قوية جدا وماتشات اقل قوة. فخلونا بقى كده نتكلم شوية عن ماتشات قرعة دور ال 16 وايه اللي ممكن يحصل فيها وايه حظوظ كل فرقة في القرعة في التأهل لدور الثمانية. وطبعا في اخر الحلقة توقعاتي للمتأهلين لدور الثمانية، بس طبعا الاهم ان انتوا تسيبولي تحت في الكومنتات توقعاتكم ايه لدور ال 16. فمن غير رغي كتير يلا على التفاصيل. قرعة دوري ابطال اوروبا لدور ال 16 طلعت لنا المره دي شويه ماتشات عنب، فتعالوا كده في الاول نقسمهم مين الاصعب ومين الاسهل وبعد كده نتكلم على كل ماتش لوحده. اول حاجه عندنا ماتشات على صفيح ساخن زي ديربي مدريد ما بين الاتليتي والريال، ويجي جنبه ماتش الليفر وباريس سان جيرمان، ويجي تحتهم بشويه كده ولكن ممكن نزنقه معاهم وهو ماتش بايرن ميونخ وباير ليفركوزن. وفي بقى ماتشات تانية في القرعه عامله زي الفخ، ماتشات تبان لك سهله والفرق محظوظه قوي بالقرعه دي، ولكن ممكن يطلع من الماتشات دي حاجات عجب زي ماتش البارسا وبنفيكا وماتش الارسنال والبي اس في ايندهوفن. لا استنى بس اصبر وحط معاهم كمان ماتش الانتر وفاينورد. وفي بقى نوع ثالث من الماتشات على الورق ماتش سهل جدا زي دورتموند وليل. وفي بقى نوع رابع من الماتشات دي اللي هو ماتش مولع بس مش اوفر ريتد زي الماتش اللي هيتلعب ما بين استون فيلا وكلوب بروج. فعلشان بقى ما نقعدش نضيع وقت كتير خلونا كده على طول نبدا بديربي مدريد ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. ماتش متوقعين فيه كتير جدا لان الفريقين مش اول مره يقابلوا بعض في ادوار اقصائيه في دوري ابطال اوروبا، لا وكل مره يتقابلوا في ادوار اقصائيه في دوري ابطال اوروبا دايما بيكون ريال مدريد كعبه عالي قوي على الاتليتي. خدوا منهم نهائي الابطال في 2014 وخدوا منهم نهائي الابطال في 2016 وطلعوهم من الابطال في 2015. يعني ما شاء الله مسكوهم 3 سنين ورا بعض. ده غير طبعا لو دورنا تاني كتير هنلاقي. ولكن المره دي الموضوع نسبيا مختلف شويه، الفريقين لما لعبوا بعض في الدوري الماتشين خلصوا بالتعادل، هتحس كده ان مفيش افضليه الفريق على الفريق التاني. الفريقين نقدر نقول ان هما في مستوى بعض الموسم ده، ولكن لو هنتكلم على دوري ابطال اوروبا فدايما بيكون عامل الخبره في صالح ريال مدريد على الاتليتي، مع ان انا الموسم ده شايف تطور كبير جدا في الاداء الفني لاتلتيكو مدريد في الملعب، وخصوصا بالتعاقد المهم جدا اللي عملوه الموسم ده لما جابوا جوليان الفاريز من السيتي لاتلتيكو مدريد. التعاقد اللي في وجهه نظري رفع الاتليتي فوق قوي وجاب السيتي تحت رجليه، والى جانب طبعا وجود اللاعب انطوان جريزمان، فانا شايف ان الاتليتي الموسم ده عامل اداء كويس جدا. ده طبعا الى جانب ان الفريق الموسم ده بيدافع كويس جدا وبيلعب على الهجمه المرتده حلوه قوي. ولكن في الابطال وخصوصا قدام ريال مدريد الموضوع غير. يعني انت عندك ريال مدريد من بدايه الموسم والاداء متذبذب ومش ثابت، شويه يكسب ويتصدر الليجا وشويه يخسر ويرجع البارسا يتصدر عليه الليجا. وفي دوري الابطال من بدايه الموسم ادائهم كان ضعيف جدا، ولكن بيجي لهم ماتش مانشستر سيتي في دور الملحق ويرجع الريال تاني للبطوله. بعيدا عن اداء السيتي الضعيف جدا الموسم ده، ولكن فوز الريال على السيتي بيدي اللعيبه دي دفعه معنويه كبيره جدا. ولكن ريال مدريد الموسم ده عنده نقطه ضعف اكتر فريق يعرف يستغلها هو اتلتيكو مدريد، وهي ان ريال مدريد لما بيلعب قدام فريق بيعرف يدافع كويس ما بيعرفش يعمل حاجه. وكمان دفاع ريال مدريد الموسم ده بيعاني من غيابات كتير جدا، فدفاعه بصراحه في البطيخ. فانت هتلعب قدام الاتليتي اللي بيدافع كويس جدا وعنده هجمه مرتده سريعه هيخش فيك اجوان بكل سهوله، لان اصلا نقطه قوه مدريد الموسم ده تتمثل في هجوم الميرينجي، والهجوم ده سريع ومحتاج مساحات عشان يلعب فيها، والاتليتي اكتر فريق بيعرف يضيق ويقفل المساحات. فانت هتلعب بالطريقه دي قدام الاتليتي مش هتستفيد حاجه ومش هتجيب اجوان وهيخش فيك اجوان. فالماتش ده من وجهه نظري هيكون ماتش تكتيكي بالدرجه الاولى. ندخل بقى على معمعه ليفربول ضد باريس سان جيرمان. اكتر فريقين انا شايفهم الموسم ده على مستوى اوروبا بيلعبوا بنظام المجموعه. فريق من ناحيه عنده صلاح اللي عامل موسم خيالي جدا في البريمير ليج، من الناحيه الثانيه لويس انريكي بيكتشف ديمبلي وباركولا اللي عاملين اداء خرافي. لا مش كده وبس، ده كل فريق فيهم متصدر الدوري في بلده. فتقدر تقول كده ان الفريقين في اتم الجاهزيه ان هم يلعبوا دور ال 16 لدوري الابطال. واللي هيخلي الماتش ده احلى واحلى ان كل فريق وكل مدرب عنده
عنده فلسفه لعب مختلف عن التاني. يعني عندك مثلا باريس سان جيرمان بيلعب باسلوب التيكي تاكا بتاع لويس انريكي، احنا هناخد الكوره نلعب على الاستحواذ والتمريرات القصيره وبناء اللعب من الخلف. ولكن باريس سان جيرمان للاسف عنده مشكله كبيره جدا وهي عدم وجود راس حربه صريح قوي. انت في الماتشات اللي زي دي بتكون محتاج راس حربه صريح قوي يجيب من انصاف الفرص اهداف، لانك هتلعب ماتش زي ده قدام ليفربول بنسبه كبيره جدا هيكون ماتش مقفل، فمحتاج واحد كده يخلص. ولكن للاسف باريس سان جيرمان ما عندوش الشخص ده. والناحيه الثانيه بقى ليفربول بيلعب لطريقه باصي لصلاح، بيسيب لك الكوره ويدافع بنظام الكتله ويعرف ازاي ان هو يخلق مساحات في خط ظهره، واول ما ياخد الكوره منك في المساحات دي يقوم باصي الكوره لصلاح السريع يعمل بيها انفراد ويجيب جول، ولو ما عملش انفراد هيعمل هجمه خطيره واي حد غيره هو اللي هيجيب الجول. فطبعا ميزه اللعب السريع اللي موجوده عند ليفربول قدام باريس سان جيرمان هتديلهم افضليه كبيره قوي، والماتش ده مش هيخلص غير بالكرات اللي زي دي، لان ليفربول من احلى الفرق اللي بتعرف تقلب اللعب بسرعه في الملعب. يعني ما يمسكوا الكوره هوبا لمسه 2 3 تلاقيهم وسطوا منطقه جزاء، وما اظنش ان منظومه لويس انريكي هتقدر ان هي تحد من قوه محمد صلاح الموسم ده. تعالوا بقى نروح نشوف ماتش تحس ان هو جاي غلط من الدوري الالماني ما بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن. الفريقين ما شاء الله الموسم ده مش في طبيعتهم، وخصوصا بايرن ميونخ، ولكن اهو كومباني بيحاول يمشي الدنيا ويوصل لحاجه ويبقى قابلني لو وصل. والناحيه الثانيه تشابي الونسو بعد الاعجاز اللي عمله الموسم اللي فات بيجي الموسم ده ويعمل حاجات كده كارثيه، وما تفهمش بالظبط ايه اللي حصل لباير ليفركوزن من الموسم اللي فات للموسم ده. ولكن اهو على مستوى دوري الابطال تحس ان ليفركوزن نتائجه احسن شويه من بايرن ميونخ. ده حتى الفريقين لما لعبوا بعض في الدوري الفريقين اتعادلوا في الماتشين، وقدر بعدهم باير ليفركوزن ان هو يطلع بايرن ميونخ من دور ال16 لكاس المانيا. فما فيش افضليه واضحه الفريق على الفريق الثاني. ولكن عشان اكون صريح ان الماتش الثاني اللي اتلعب في الدوري كان بايرن ميونخ مش موجود وليفركوزن كان احسن بكتير، علشان تيجي قرعه دوري الابطال لدور ال16 وتوقعهم مع بعض هما الاثنين. وطبعا ما دام هاري كين موجود في بايرن ميونخ فاؤكد لكم ان البايرن مش هيكسب اي حاجه، اخره كده الدوري. الماتش ده مفيش كلام كتير يتقال عليه، الفريقين بيلعبوا بنظام ثابت ومش هيغيروه، فالمدرب اللي هيقدر ان هو يدير ال 180 دقيقه بدماغه ويعرف يوظف لعيبته احسن هو اللي هيكسب. ندخل بقى على ماتشات الفخ وخلونا نبدا مع البارسا بنفيكا، الفريقين اللي لعبوا ماتش من احلى الماتشات اللي اتلعبت في دور الدوري لدوري ابطال اوروبا الموسم ده. الماتش ده لوحده كده كان فيه 9 اهداف. لا وبعد القرعه الناس كلها كانت شايفه ان برشلونه حظه حلو قوي ان هو جاله بنفيكا، لا والناس كلها كمان شايفه ان الماتش ده سهل على البارسا والبارسا هيكسب الماتش بكل سهوله. ولكن من المتوقع ان الماتش ده هتكون فيه اهداف كتيره جدا، وده ببساطه لان فكر هانز فليك في الملعب مش مهم يخش فيها اهداف ما دام انا كده كده هقدر اسجل اهداف اكتر من اللي دخلت فيا واكسب الماتش. يعني الراجل ببساطه ما عندوش مشكله يخش فيه 5 6 اهداف ما دام كده كده هو هيجيب 8. ولكن مشكله البارسا الحقيقيه ان ما ينفعش ان فليك يقرر ان هو يلعب الماتشين بفكره الضغط العالي طول الماتش، لانك اكيد اللعيبه بتاعتك مش هتقدر ان هي تلعب 90 دقيقه في الملعب ضغط عالي، لا وكمان يجي ويوقف خط الدفاع كله في نص الملعب. انت ممكن تلعب بالنظام ده 70 دقيقه 75 دقيقه سيدي حتى 80 دقيقه، ولكن تيجي بعد كده على نفسك شويه في اخر 10 دقايق وتقف تقفل المساحات وتدافع قدام منطقتك. لكن هتلعب 90 دقيقه بضغط عالي هتيجي في اخر 10 دقايق وهتحصل كوارث، لانك بكل بساطه اللعيبه بتاعتك هتتعب وهتبتدي تغلط وهتبتدي يخش فيك اهداف. وكلنا شفنا السيناريو ده خصوصا وبالذات في ماتش اتلتيكو مدريد في كاس ملك اسبانيا، البارسا كسبان 4-2 وبيجي في اخر الماتش ويتعادل 4-4. لا وانت كمان عندك اصلا دفاع برشلونه ده ما ينفعش تعتمد عليه بربع جنيه. فاظن ان لو فليك قدر ان هو يظبط النقطه دي بالذات في طريقه لعبه هيعدي للدور اللي بعده. الناحيه الثانيه بقى بنفيكا فريق قوي جدا ولازم برشلونه يحترمه، لان هجوم بنفيكا لو ركز شويه في كسر مسافه التسلل هيلبس برشلونه جوان زي الرز. لا وهجوم بنفيكا قوي بيعرف يستغل المساحات كويس جدا، فالماتشين دول هيكونوا من احلى الماتشات اللي هتتلعب في دور ال16. نروح بقى كده بسرعه على ماتش الارسنال وبي اس في ايندهوفن، وانا بصراحه الارسنال ده هيجنني، فريق بيلعب حلو جدا في الملعب ولكن ما عندوش استمراريه بربع جنيه. يعني نلاقي ان ليفربول بيضيع نقط ونقول الارسنال هيحاول يلحقه في الدوري الانجليزي، تلاقي الارسنال هو كمان يتعثر يتعادل بقى يخسر، ما تفهمش بيحصل لهم ايه في الماتشات دي. ولكن بصراحه انا مشفق جدا على ارتيتا اللي عنده مستشفى جوه النادي. عندك اصابات زي بوكايو ساكا وكاي هافرتز وجابرييل خيسوس وجابرييل مارتينيلي، يعني نقدر نقول اصلا ان
ان خط هجوم الارسنال كله في المستشفى. اهلا بكم في مستشفى الارسنال التخصصي. لا وحظهم بيجيبهم في القرعه قدام PSV ايندهوفن، الفريق المحترم جدا اللي عمل مفاجاه في دور الملحق وخرج اليوفي. خلي بالكم مش اي فريق يقدر يخرج يوفنتوس من البطوله دي حتى لو اليوفي ما كانش في حالته الطبيعيه. فنصيحه مني، الارسنال لازم يقفل دفاعاته وياخد باله كويس جدا عشان مش هيقدر يعوض الاهداف اللي هتخش فيه، الا بقى لو اللعيبه اللي في المستشفى قررت ان هي ترجع وتلعب بنفس الاداء قبل ما تتصاب. اما بقى ماتش الانتر وفاينورد، فالماتش ده بصراحه لغايه دلوقتي انا مش فاهم ممكن يحصل فيه ايه، لان الانتر الفريق الوحيد الايطالي اللي لسه موجود في البطوله دي، فايطاليا كلها وراه. والناحيه الثانيه فاينورد في دور الملحق خرج فريق ايطالي تاني وهو الميلان، وما تفهمش ايه حظ فاينورد ضد الانديه الايطاليه في القرعه. ولكن على المستوى العام الانتر متماسك بكتير جدا احسن من فاينورد، وكمان على الورق تشكيله الانتر اقوى بمراحل كبيره جدا من تشكيله فاينورد. فلعيبه الانتر لو ركزت شويه كده هتقدر تكسب فاينورد رايح جاي. ولكن في الاخر اهو الماتش ده بالذات مفتوح على كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل. نروح بقى على اسهل ماتش من وجهه نظري في القرعه ما بين دورتموند وليل. اي نعم ان دورتموند الموسم ده في المركز العاشر في الدوري الالماني، والناحيه الثانيه فريق ليل قدر ان هو يعمل مفاجاه كبيره جدا ويصعد من احسن 8 في دور الدوري في دوري ابطال اوروبا. ولكن تظل الفروق كبيره جدا ما بين دورتموند اللي قدر الموسم اللي فات ان هو يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا، وليل اللي كل طموحه ان هو قدر يصعد من احسن 8 في دور الدوري. فالماتش ده كل اللي محتاجينه من لعيبه دورتموند ان هي تلعب بنفس الاداء اللي لعبت بيه قدام سبورتنج لشبونه، لانهم لو لعبوا بنفس الاداء اللي بيلعبوا بيه في الدوري الالماني هنقول لهم بالسلامه. ماتش في وجهه نظري هيكون سهل جدا على دورتموند لو بس لعيبه دورتموند ركزت شويه. نوصل لاخر ماتش في قرعه دور ال16 لدوري ابطال اوروبا ما بين استون فيلا وكلوب بروج، الفريقين اللي في مستوى متقارب، ولكن انا شايف ان في افضليه شويه لاستون فيلا على كلوب بروج. خلي بالكم ان استون فيلا قدر ان هو يعمل مفاجاه كبيره جدا ويصعد من اول 8 في دور الدوري دوري ابطال اوروبا. ولكن الناحيه الثانيه كلوب بروج برده مش فريق سهل، ده قدر ان هو يكسب اتلانتا في دور الملحق رايح جاي، وعمل ماتش عالمي خصوصا قدام مانشستر سيتي في دور الدوري. لا وفريق بيلعب كره سهله وعنده كره هجوميه قويه جدا. ولكن الفريق اللي قدر اوناي امري ان هو يكونه في استون فيلا بالاضافه للتعاقدات اللي عملها في فتره الانتقالات الشتويه، اظن هتدي افضليه كبيره جدا لاستون فيلا. ولكن نسبه الماتش ده ما بين الفريقين هتكون 50-50، كل فريق يقدر يكسب ويكسب. خلونا بقى نوصل لاهم فقره في الحلقه وهي فقره التوقعات. وعلشان يكون الموضوع سهل عليا خلونا نبدا كده بالماتشات السهله. اول ماتش عندنا ما بين استون فيلا وكلوب بروج، في وجهه نظري استون فيلا هيعدي لدور الثمانيه، ده نظرا يعني لخبره اوناي امري في البطولات الاوروبيه خصوصا مع اشبيليه. الماتش اللي بعده ما بين دورتموند وليل، مع ان ليل عملوا مفاجاه كبيره جدا في البطوله ولكن دورتموند هيكسبهم وهيعدي. فاينورد ضد انتر ميلان، ماتش محسوم لانتر ميلان. الارسنال ضد PSV ايندهوفن، ماتش صعب جدا ان انت تتوقعه خصوصا ان الارسنال اداؤه مش ثابت والمستشفى اللي مفتوحه عنده دي، ولكن انا اظن ان الارسنال هيقدر يعدي يوصل لدور الثمانيه. نخش بعدهم على ماتش البارسا وبنفيكا، واكيد عشان انا برشلوني برشلونه في دور الثمانيه. بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، ماتش صعب جدا ولكن بايرن ميونخ هو اللي هيوصل. سيد المانيا الاول طبعا لازم يكون في دور الثمانيه. معلش يا تشابي الونزو انت عامل فريق قوي جدا ولكن حلو قوي عليك لغايه هنا، نشوفك السنه الجايه بتدرب ريال مدريد. نخش بقى المعمعه اللي ما بين ليفربول وباريس سان جيرمان، ماتش صعب جدا ان انا اتوقعه ولكن مش مستحيل، واظن ان بالمعطيات اللي قلناها من شويه ليفربول هيكسب باريس ويعدي. نروح بقى على ديربي المدريد، وده الماتش اللي انا اقدر اقول ان انا مستحيل ان انا اقدر اتوقعه، لان بعيدا عن اي حاجه الماتش ده المدرب اللي عنده تكتيك اعلى هو اللي هيوصل. ماتش هيبقى مقفل وهيكون تكتيكي بدرجه مش طبيعيه، ما فيهوش اي كره حلوه، هو تقفيل بس. ولكن استنادا للتاريخ وان في ليالي الابطال لما يصير للريال، الريال هيكسب الاتليتي ويعدي. وطبعا انتوا لازم تنزلوا تحت وتكتبوا لي توقعاتكم ايه للدور ال16 لدوري ابطال اوروبا. وفي النهايه ما تنساش لايك وسبسكرايب وفولو، واشوفكم بعد ماتشات الذهاب. سلام.